هلو everyone، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. ورجعنا لكم بفيديو جديد. مثل ما قريتوا عنوان الفيديو، اليوم عندنا قصة تجنن. إذا حابين تكملون الفيديو خلوا لايك واشتركوا بالقناة وبس. والله قصتنا تبدأ وتقول: بضواحي قرية صغيرة كان هنالك بيت مهجور. هذا البيت يحيط الغموض بشكل كبير، وجميع القرويين كانوا يحذرون بعض من هذا البيت، وما حد جرأ أو قرر أنه يقترب له بعد غروب الشمس. في أحد الليالي المظلمة قرر شاب اسمه كريم، هو شخص شجاع وما يخاف من الخرافات، أن يستكشف البيت هذا وشنو بيه وشنو سر هذا الغموض. أخذ وياه مصباح يدوي ودخل للبيت. كان المكان مليء بالغبار والعناكب، والجدران تحمل علامات غريبة كأنه كان شخص يكتب عليها بأظافره. وبهاي الأثناء اللي كان كريم يتجول بيها بالبيت، سمع صوت خطوات خفيفة وراه. التفت بسرعة، لكن كريم ما لاحظ أي شيء. ابتسم وضحك على نفسه وقال: مجرد أوهام. لكن لاحظ أن الباب اللي دخل منه انسد، فحاول أنه يفتحه. بعد ما يأس كريم من أنه الباب ينفتح، قرر أنه يكمل مغامرته ويشوف شنو الغموض والسر وراء هذا البيت المهجور. استمر كريم بالمشي ووصل لغرفة الجلوس. هناك لقى مراية قديمة، فوقها قطعة قماش أسود مغطاة بالغبار. من باب الفضول شال قطعة القماش وشاف انعكاسه، لكن فجأة لاحظ أن الانعكاس مالته مدى يتحرك مثل ما يسوي هو، بس كان صافن بوجهه ويبتسم ابتسامة مليئة بالشر والحقد، وينظر مباشرة لعيونه. بهاي اللحظات عرف كريم إنه هو بمكان خطر عليه. قرر إنه يهرب ويعوف كل شي نوى عليه، لكن فجأة حس بإيدين باردة تمسك كتفه. التفت ليجد امرأة عجوزة بوجه شاحب وعيون سود فارغة من كل شي، ووجهها ما بيه أي ملامح. همست له بصوت مخيف: ليش اجيت هنا؟ هذا مو مكانك. هاي اللحظات تراجع كريم بخوف شديد ووقع على القاع، ووراها بلحظات فتح عيونه مرة ثانية. لقى نفسه بمكان محاط بأصوات وهمسات وضحكات غامضة، والجدران بدأت تنزف بسائل أسود. حاول الصراخ كريم بس صوته ما كان دا ينسمع، وما حد قدر ينقذه. وباليوم الثاني بعدوا كل أهل القرية وشافوا الباب مفتوح، لكن كريم ما لقوه بأي مكان. فقط شافوا مصباحه اليدوي كان مشمور قدام المراية اللي بطلت تعكس أي شي نهائيا. ولهنا تكون خلصت القصة. بس هل يا ترى الرعب والغموض وهذه الأحداث كلها مرتبطة بالبيت أو بالمرأة؟ يقال إنه هذا البيت العجوز كانت كبيرة بالسن، أولادها سافروا وعافوها، والمراية هذه جابوا لها أحفادها كهدية. وبقت العجوز وحيدة وماتت وما حد سأل عنها. هل يا ترى روحها تلبست بالمراية وقررت إنه أي شخص يقترب من أغراضها تقتله أم لا؟ وشنو الموضوع بعد اختفاء كريم؟ بطلت المراية تعكس أي شيء، والغموض راح والنفى من هذا البيت. ولهنا وصلنا لنهاية فيديونا اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تخلون لايك وتشتركون بالقناة، وإذا تعرفون أصدقائكم يحبون هيج نوع من الفيديوهات شاركوا لهم القناة. وبس والله أحبكم هواية. باي باي.